بفتش في أوضة التخزين، لقيت صندوق صغير، فتحته ولقيت ورقة واحدة بس الورقة دي دمرت كل اللي كنت أعرفه عن نفسي. عندي 25 سنة، متخرجة من كلية إعلام وبشتغل في شركة إنتاج محتوى. حياتي كانت عادية جدا، أو على الأقل ده اللي كنت فاكراه. كنت عايشة مع أمي وأبويا متوفي من وأنا عندي 3 سنين، أو ده اللي أمي كانت بتقوله لي دايما. أمي ست قوية جدعة، بس دايما كنت بحس إنها بتخبي حاجة. في حاجات كتير كانت بتتقال وتتلغي، صور بتختفي، أسئلة بتتردد بإجابات غريبة، بس كنت بسكت وبقول لنفسي يمكن أنا ببالغ. لحد ما في يوم وأنا بوضب أوضة التخزين عشان ننقل من البيت، لقيت صندوق خشب قديم مقفول بمفتاح صغير. فضول خلاني أفتحه ولقيت جواه حاجات غريبة جدا. جوا الصندوق كان فيه صور قديمة، بس مش صور لست تانية شبه أمي جدا بس مش هي. وفي ظرف فيه ورق رسم شهادة ميلاد باسم أب مختلف تماما عن اللي أمي كانت بتقوله لي. لقيت كمان جواب مكتوب بخط إيد بيقول لو وصل لك الجواب ده اعرفي إنك مش بنتي، لكن أنا ربيتك كأنك بنتي علشان كنت محتاجة حد يحبك بجد. أنا اتجمدت، يعني إيه؟ أنا مش بنت أمي؟ أنا متبنياني؟ طيب ليه؟ وليه كدبت عليا طول السنين دي؟ رحت لأمي وقلت لها يعني إيه أنا مش بنتك؟ سكتت وبصت لي بعيون مليانة دموع وقالت لي أنا كنت ناوية أقولك بس معرفش أبدأ منين. أنت بنت أختي ماتت وهي بتولدك، وأبوك الحقيقي سابها قبل الولادة، وأنا أخدتك وربيتك وقلت لنفسي إنك بنتي خلاص. أنا كنت مصدومة، بس في نفس الوقت حسيت بحاجة غريبة. أنا طول عمري كنت بحس إن في حاجة مش مفهومة، بس ما كنتش عارفة أحددها. قلت لها بس ليه كدبتي؟ ليه ما قلتليش؟ ليه خلتيني أعيش في كدبة؟ قالت لي كنت خايفة تكرهيني، كنت خايفة تسيبيني، كنت خايفة تحسي إنك مش مرغوبة. بس الحقيقة اللي وجعتني مش في السر، اللي وجعني هو الكذب. من يوم بدأت رحلة البحث عن أبويا الحقيقي، لقيت اسمه في الورق، بدأت أدور عليه. دخلت على السوشيال ميديا لحد ما لقيت صفحة باسمه. كان عايش في الإسكندرية، متجوز وعنده أولاد. كتبت له رسالة وقلت له أنا بنتك، عرفت الحقيقة وعايزة أعرفها. استنيت أسبوع مفيش رد، بعدين رد وقال أنا آسف بس أنا مش مستعدة أفتح الموضوع ده، حياتي مستقرة ومش عاوزة أرجع للماضي. انهارت، يعني إيه مش مستعدة؟ أنا بنتك. دخلت في حالة اكتئاب، بعدت عن شغلي، عن صحابي، حتى عن أمي. كنت حاسة إني تايهة، مش عارفة أنا مين ولا أنتمي لمين. بس في وسط كل ده لقيت رسالة تانية في الصندوق من أخت أمي، مكتوب فيها لو كبرتي وقرأت الرسالة دي اعرفي إني أنا بحبك، بس الظروف كانت أقوى مني. أمي يعني خالتي هي أكتر حد ممكن يحبك ويخاف عليك. سامحيني إني سبتك، بس كنت عارفة إنك في أمان معاه. رجع ليا جزء من روحي، حسيت إن في حد حبني حتى لما كنتش أعرف. قررت أرجع شغلي وبدأت أكتب قصتي في مدونة. الناس بدأت تتفاعل، يبعتولي قصصهم، يحكوا عن أسرارهم، وبدأت أحس إني مش لوحدي. أمي بدأت تقرب مني تاني وابتدينا نتكلم بصراحة. قلت لها أنا مش زعلانة إنك مش أمي الحقيقية، أنا زعلانة إنك كدبت علي، بس أنا عارفة إنك ربتيني بحب، وده أهم من أي حاجة. حضنتني وقالت لي أنا آسفة بس أنا بحبك وهفضل أحبك طول عمري. أنا دلوقتي بقول قصتي علشان كل حد عنده سر يعرف إن الحقيقة مهما كانت مؤلمة أرحم من الكذب اللي بيعيش سنين. أنا بنت أمي وبنت خالتي وبنت الحياة اللي علمتني إن الحب مش لازم يجي من الدم، ممكن يجي من القلب، من اللي يختاروا يفضلوا جنبك حتى لو ما كانوش حرين. أنا عايزة أقول لك حاجة من قلبي، أنت قوية حتى لو حسيت إن الدنيا وقعت فوق دماغك. السر اللي عرفتيه وجعك، بس الحقيقة عمرها ما كانت ضعف، دي بداية جديدة. اللي رباك بحب يستحق مكانة كبير، واللي سابك خسر إنسانة تستاهل كل الحب. أنا فخورة بيكي إنك واجهتي، وإنك قررت تكملي، وإنك اخترتي تحكي قصتك عشان تساعد غيرك. خدي وقتك،
سامحي لو تقدري، بس ما تنسيش تحبي نفسك الأول. واحنا هنا بنسمعك وبندعيلك وبنقولك انتي مش لوحدك. قولوا رأيكم في الكومنتات، لو كنتوا مكانها كنتوا هتسامحوا ولا هتسيبوا وتمشوا؟ انا مستنية رأيكم، ودايما هنا عشان نسمع بعض ونقوي بعض.